هذا اخطر ما كان، وحنا وصلنا له ونبهنا له في الكتاب ديال الخراب على البابيبي والخراب على اننا غادي نوصلوها. حنا وصلنا بالضبط، قلنا هذه عامين قبل ما نوصلوا ليها وحنا وصلنا ليها. والصهاينه لذلك نحذر من ان التطبيع هو الطريق السيار نحو الخراب، لوتوروت للخراب. والتطبيع سيؤدي حتما وقطعا للحرب بين المغرب والجزائر، والحرب بين المغرب والجزائر يعني انفكاك كيان يسمى المغرب. ما هي الا الشهور، لا قدر الله اذا انخرطنا في هذا الشيء اللي كيعملوا الصهاينه يوميا، وعندنا تسجيلات من قاده الصهاينه لاشعال هذه الحرب. اذا اندلعت بعد شهور لن يبقى حتى واحد كيهضر على المغرب، غادي نوليو نهضروا على كيانات اخرى وعلى حروب اخرى، غادي نساو الناس شي حاجه سميتها المغرب، وغادي تبقى شي حاجه سميتها الدوله المغربيه، ما غادي يبقى حتى شي حاجه سميتها هذا النظام المغربي. علاش مازال ما دخلش للناس بعض الناس الراس عجيب؟ وحنا شفنا المأساة ديال الفلاحين يغزر نفيكيك هذا استغلالات فلاحيه، حوالي 40,000 شجره نخيل من اجود التمور ديال بوفقوس وازكزا الان اصبحوا ثكنات للجيش الجزائري، في حين كانوا استغلالات فلاحيه لفلاحي فيكيك المغاربه. شكون اللي غادي يعوض هاد الفلاحين؟ ماذا صار امرهم الان؟ لماذا اصبحت استغلالاتهم ثكنات عسكريه؟ وهذه البدايه، القادم اسود واسوا. وهذه استغلالات، علاش الجزائريين ساكتين هذه العقود كلها الى هذه الارض ديالهم؟ بالنسبه للجزائريين تيقول لك حنا تنعتبروا بحال المغاربه بحال الجزائريين، كيستغلوها الله يخلف، ما عندنا مشكل. لكن علاش دابا قال لهم نوضوا تخويو؟ وهي ارض جزائريه، الحدود ما عندها معنى انثروبولوجيا وانسانيا وتاريخيا. الحدود بين المغرب والجزائر لا معنى لها، ما عندنا الوقت نفصلوا فيها. لكن بالقانون هذه ارض جزائريه. ونشر في الجريده الرسميه ان الملك ديالنا الراحل ورئيس ديالهم الراحل هو ريبون الدين الحسن ثاني موقع اتفاقيه نشرناها حنا، راه نشرت مقال مفصل فيه النسخه ديال هذا، ولذلك المغاربه قالوا نسكتوا زيدوا كذا. لكن الجزائريين علاش طردوهم دابا؟ وهذه عقود ما عمر حتى واحد هضر معاهم. لان بن شباط مستشار ما يسمى الامن القومي في الكيان الصهيوني، والذي وقع التطبيع باسم الكيان الصهيوني هنا في المغرب، دار تصريح يقول فيه، وهذا هو السبب، تيقول بان غادي نصدروا في الحكومه طابع بريد ديال تامبر في خريطه المغرب، ماشي فيها غير الصحراء المغربيه، فيها حتى الصحراء الشرقيه، وتلقوا الذباب الالكتروني ديالهم يشرحوا ما معنى هذا الشيء، بمعنى كولومبشار وقراره والقناتسه حتى تلمسان ووهران، هذه الصحراء الشرقيه، بمعنى اشعال الحرب بين المغرب وبين الجزائر. هذا هو. والان عاود شفنا لي زيسكارموش مؤخرا في واد الزلمو، وتقطعت العلاقات وتغلقت الاجواء، يعني غادي التطور ديال التصعيد الاسوأ. ولذلك نطلب من الله السلامه، ونطلب من الشعب، هو شعب واحد في دولتين، الشعب المغربي والجزائري، انهم ما يمشيوش وراء الذباب الالكتروني الذي يسعره المستوى الاول في صنع القرار في الكيان الصهيوني والمخابرات، وانهم يتعقلوا، لان اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر يساوي انفكاك